على الطهطاوي طبعا صديقي العزيز. نعم، وهو بيسلم على حضرتك. لا ده شاعر جميل، ربنا يبارك فيك. وغدا ان شاء الله يعني منتظرين منه الكثير يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. تحياتنا ليه والله. جزاكم الله خيرا. ايه بقى يعني كلامها ايه بتقول ايه؟ والله بتحكي عن الاسراء والمعراج برضه. هو كاتبها باسلوب سلس وجميل وشيق. الاسراء والمعراج يعني ان شاء الله. حافظ الكلام؟ ان شاء الله بفضل الله. طب نقوله كده الاول نسمعه بس قبل ما نغنيه يعني او ننشده. ان شاء الله حاضر. قول لنا الكلام. خلاص ماشي. امسك الورقه وقول منها مفيش مشكله. يا صاحب الاسراء انت المصطفى يا خير الانام. يا صاحب الاسراء انت المصطفى خير الانام. في ليله طابت بكم في الفضل السنام. اسرى بكم اسرى الكريم بعبده. اسرى الكريم بعبده فبلغت في الفضل السنام. وبراق معراج أتى رفع الحبيب إلى العظام. وبراق معراج أتى رفع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى العظام. صعد السماء في المعراج فتشرفت والكون يزهو وهام. في كل باب ترتقي من السماوات العلى. في كل باب ترتقي تلقى الأحبة والكرام الأنبياء. في كل باب ترتقي تلقى الأحبة والكرام. ورأى العجائب كلها في وصفها يحلو الكلام. الله. طيب الكلام يحلو بالإنشاد بقى. نعم إن شاء الله. تفضل السلام. تفضل. يا صاحب الإسراء أنت المصطفى. يا صاحب الإسراء أنت المصطفى. يا صاحب الإسراء أنت المصطفى. المصطفى خير الأنام. المصطفى خير الأنام. في ليلة
الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. طبعا لازم نشكر الشاعر راضي علي الطهطاوي على هذا الكلام الجميل، وفعلا كلام رائع. اللحن مين بيعمله لك بقى؟ والله اللحن ده بالفضل، بالحب كده يعني، في الابتهالات والانشاء الديني. يعني زي ما انت شايف حضرتك الايقاع واحنا شغالين بالفضل. ما انا مش هختم. اصل الدعاء بتوصي عليكم. مش عايز تختم؟ بتقول خليهم للفجر. خلينا قاعدين نصلي للفجر خلاص. ماشي حاضر ان شاء الله. طيب ممكن تسمعنا حاجه للشيخ ياسين ولا مش حافظ؟ ان شاء الله. ده عمنا ولازم احفظ له يعني. يا ريت يعني.